أولمبيك أسفي على موعد مع التاريخ ليبصم أو يحدد موعدا هاما جدا من خلال مباراة الأحد المقبل موقعا في النهائي التاريخي لهذا الفريق. فموعد التاريخ كما تكلمت الاخ مراد، فكنعرفوا كاس في خصوصا في المسار ديالو في كاس كونفدراليه افريقيا فهو مسار موفق جدا. عكس البطوله الوطنيه اللي ما خصناش نتكلموا على الان خصنا بدا يعود الاهتمام ديالنا الان بالمقابله ديال نصف النهائي. كنحيوا اللاعبين على المقابله القتاليه اللي قاموا بها في الجزائر. الان مقابله الاياب خصك كثير من التركيز، لانه كما دائما كنتكلموا على الشوط الثاني بالنسبه لمقابله الاياب، لانه في صفر مثله فهي نتيجه ملغومه. اول شيء ما خصكش تصعب الهدف، ثاني شيء انك تبحث عن التسجيل، ولكن انا كنشوفوا اللاعبين ديال الاولمبيك خصوصا الخبره ديال المدن اللي في وسط الميدان، كذلك بوقالي الخنوس، اللاعبين اللي ممتازين. مطيع اللي كنظن انه هذا هو من الاشياء الايجابيه، انك كتمتاز بحارسين بنفس المستوى. فالحمياني حارس ممتاز، ولكن الحارس مطيع فهو حارس متميز، فكنظن انه يعطي الاطمئنان للدفاع فريق اولمبيك اسفي. والخلاصه انه المستحيل ليس مسفيوي. اكيد المستحيل ليس مسفيويا، كيف لا، وهو الذي بلغ في ظروف صعبه جدا الى هذا المستوى الكبير من خلال نصف نهائي دوري او كاس الكاف. فعنا ديال المنا وقلوبنا جميعا مع اولمبيك اسفي في هذا الموعد الهام جدا. اكيد ان احنا القلوب المغاربه دائما مع الفرق الوطنيه اللي كتمثل كره القدم المغربيه. فاكيد ان المشوار ديال الاولمبيك اسفي هو مشوار يعني في الكونفدراليه مشوار جيد جدا، لانه الوصول ديالو عبر التاريخ يعني ديالو في الممارسه ديالو على في هذه المنافسه، فهو وصل لواحد المرحله. كنظن هذه المرحله يعني ما غاديش تكون يعني نقولوا سهله وما غاديش تكون صعيبه، لانه يعني باش ترجع من الجزائر على اتحاد العاصمه يعني في بدايه التعادل فهي ايجابيه، ولكن كتبقى كما كنقولوا ملغومه، لان الفريق ما خصوش يستقبل اهداف. ولكن كنظن على ان اللاعبين يعني بتواجد يعني الاطار التونسي الاونه الاخيره فهو اعطى واحد الدفعه ايجابيه وخلق واحد الفريق. حنا كنعرفوا ان الفريق الان اولمبيك اسفي يعني ولات كاين واحد لي زوتوماتيزم في داخل الفريق، كيخلق فرص تسجيل، كيحاول يسجل وكيسجل اهداف. يعني العتب اللي كانت عنده هو في الدور اللي تلقى يعني جوج الفرق المغربيه، فاكيد انه الفوز ديالو عطاه واحد الطموح انه يقلب على التاهل ديالو، وهذا ما نطمع اليه جميعا، لانه كيمثل كره القدم الوطنيه وبغيناه يمشي للفينال. اكيد هذا ما نتمناه بطبيعه الحال لاولمبيك اسفي في هذا الموعد الهام جدا في اياب نصف نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وهو يواجه على احد المقبل اتحاد العاصمه الجزائري. كل التوفيق لاولمبيك اسفي، كل التوفيق ايضا لنهضه بركان الملك في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم.